اخواتها رموها في الشارع ومرضوش يعالجوها عشان عندها شلل في رجليها. هنتعرف عليها ونعرف القصة ونعرف ايه تفاصيلها وتفاصيل مرضها. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. عرفيني بنفسك، اسمك ايه الاول؟ ياسمين. ياسمين. عندك كام سنة يا ياسمين؟ 30. 30 سنة. ياسمين انت انا شفتك دلوقتي بتزحفي على رجليكي. قولي لي انت تعبانه بقالك قد ايه؟ بقالي سنتين. سنتين 2. ما بتمشيش على رجليك خالص؟ لا. ياسمين اخواتك طردوكي بره البيت؟ طردوني من سنتين. من سنتين بره البيت. بتباتي فين يا ياسمين؟ في الشارع. بتباتي في الشارع. طب انت قاعده فين هنا؟ انت مش عايزه تقولي اسم المكان ولكن انت قاعده عند الجيران يعني. ياسمين انت صعبان عليك نفسك الاول؟ ايوه. صعبان عليك نفسك. ليه يا ياسمين؟ ما كنتش عايزه ابقى مرميه كده. فين اسرتك يا ياسمين؟ طردوني. طردوك. ياسمين انا عايزك تتكلمي معايا وما تخافيش، انا ان شاء الله يعني ربنا ما بيسيبش حد وانت اكيد يعني ربنا هيكرمك يعني. يا رب. نفسي الناس تقف معايا. نفسك الناس تقف معاك. قلتي لي انت كنت بتباتي في التراب؟ اه. بيتي في التراب. بيتي قد ايه في التراب يا ياسمين؟ شهرين. بيتي شهرين في التراب. كنتش خايفه؟ لا. ليه؟ مش كنت بخاف. هعمل ايه؟ ده المكان الوحيد اللي لقيته. ده المكان الوحيد اللي لقيتيه. طب انت جيتي هنا المكان اللي انت فيه ده ازاي؟ الناس اللي ركبوني ونزلوني هنا. ولاد الحلال اللي قالوا لك يعني تعالي باتي عندنا يعني. ياسمين اصعب حاجه بالنسبه لك هي ايه في خلال السنتين دول؟ العجز وحش. الايه؟ ان انا عاجزه. ان انت عاجزه. عندك شلل نصفي، النص اللي تحت ما بيتحركش. وده عائق قدامك يا ان شاء الله ما يبقاش عائق. بيتي شهرين في التراب يا ياسمين. اه. ما خفتيش بقى من الكلاب كده وراحه جايه عليكي؟ لا. ما خفتش. مأثر على نفسيتك. انت ايه اللي معور مناخيرك هنا يا ياسمين؟ حالة نفسية جاتلي. عندك حالة نفسية. ما اتجوزتيش يا ياسمين؟ اتجوزت. اتجوزت. طب جوزك فين؟ فصلت. فصلت عنه. مفيش نصيب يعني. ما رحتيش دار ايواء قبل كده؟ رحت. طب خرجتي ليه منه؟ محبتش المكان. ما حبيتيش دار الايواء. اكتر حاجه بتصعب عليكي في نفسك ايه يا ياسمين؟ ان انا بقيت لوحدي. ان انت بقيتي لوحدك في الدنيا كده وعايشه لوحدك. تخافي من الناس حواليكي؟
ليه يا ياسمين؟ الناس بقت وحشة. الناس بقت وحشه. بيبصلك يعني بصه كويسه ولا بصه وحشه؟ بس وحشة. الناس بتبصلك بصه وحشه. وفي اللي بيبص لي بصة كويسة. انت اساسا من كفر الشيخ يا ياسمين؟ طيب ما تقولش. مشاهدينا متابعينا، ياسمين 30 سنة اتجوزت وانفصلت وحصل لها شلل في رجليها. اخواتها طردوها من البيت، وطبعا يعني هي بقت وحيدة زي ما انتم شايفينها كده. الجيران شافوها على محطة القطر واخدوها واكرموها وبيتوها في بيتهم. طبعا يعني هي قاعدة معانا لا حول ليها ولا قوة، ويعني محروجة بقى، زعلانة، نفسيتها تعبانة، أكيد الصفات دي كلها فيها. ولكن احنا بنحاول ننقل ليكم مأساة ياسمين اللي عندها 30 سنة وما حصلش نصيب في جوازتها وبقت مرمية في الشارع. انت امنيتك ايه يا ياسمين؟ تحلمي بايه؟ عايزة مكان اقعد فيه. نفسك في مكان تعيشي فيه. دي امنية حياتك. هتقدري تعيشي فيه لوحدك؟ بحاول. اعمل ايه؟ ما انت عشت في التراب، يعني ما برضه هتحاولي ان انت تعيشي. ولكن نفسيتك بتسوق بقى يا ياسمين، حالتك النفسية بتسوق بقى. ايوه. تقعدي كده تعيطي مع نفسك. مشاهدينا ومتابعينا، زي ما قلت لحضراتكم دي مأساة ياسمين هنا في كفر الشيخ زي ما احنا شايفينها كده. وطبعا يعني حالتها صعبة جدا، عندها شلل وكمان يعني عندها حالة نفسية صعبة جدا بعد ما اخواتها طردوها من البيت. وطبعا يعني الاهل هنا والجيران اخذوها واكرموها، ويعني بيعملوا معاها الواجب. يعني هي دي الانسانية والرحمة، هي دي الانسانية والرحمة. يا ريت كل اللي بيشوف ياسمين وحابب يساعدها يعني ما يتأخرش عنها، ولكن ان شاء الله انا متفائل خير ليك يا ياسمين.